استلم زمام أمور الهيئة العامة للشباب الرياضي. نعم. وأول ما أخبرني بهذا الأمر الله يطول عمره اسمه الأمير الشيخ مشعل، قال لي غير القانون لا تلتفت لأحد. المرحوم رئيس مجلس الأمة الأسبق السيد جاسم الخرافي كان داعم لي بالخفاء، يكلمني وكل ما تصعد المشكلة دق علي، هو يدق علي. شوف تواضع. السيد مرزوق الغانم دوره. قفزة في نادي الكويت لم تحصل في تاريخ نادي الكويت صراحة. هل تعاني الرياضة الكويتية من الدخلاء؟ وايد دخلت فيها الفساد. الحين شلون فكيت نفسك اما مسكوك؟ طبعا خرجتهم وسحبت المسدس وصار نوع من التردد عندهم. شنو الميز المنظومة الأمنية في دولة الكويت عن بقية الدول؟ الأمن يعتمد على التكنولوجيا. الدعم المالي للأندية تشوفه كافي؟ اليوم يأخذون الأندية حدود $1,000,000 دينار. الدعم المالي للاعبين مكافأتهم مجزية تشوفه؟ $500. يقولك أفضل 5 لاعبين في الكويت من وجهة نظرك من تقييمك؟ صراحة ما أعرف أحد. ما تعرف أحد؟ أفضل 5 رؤساء أندية في الكويت منهم؟ أنا قلت لك نادي الكويت الآن هو المتفوق في كل شيء أمانة. تقييمك للصحافة الكويتية الرياضية؟ تلاشى صاحب الرياض، صار تحولات في المواقف وصار نفاق أكثر بعد. خلال عملك في وزارة الداخلية يولك أعضاء يتوسطون؟ يوني وايد يوني تلقيت الطعنات كثير، يوني ناس أنا أدري عشان منصبي. شنو ينقصنا أو ينقص الكويت حتى تكون منظومة رياضية متكاملة؟ حط الناس الصح تكسب صح.